السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ششنق الأول، شاشانق، شيشاق، شوشنق من 950 قبل الميلاد ل 929 قبل الميلاد. هو ملك مصري من أصول ليبية، بيرجع نسبه لقبيلة المشواش الليبية، مؤسس الأسرة ال 22 الفرعونية. كان حصل عليه خناقة الفترة اللي فاتت كده بين المصريين وبين الجزائريين. الجزائريين يقولوا إن هو من الأمازيغ وبيحتفلوا بيه على إنه رمز أمازيغي، والمصريين يقولوا لا ده ملك مصري. في الفيديو ده عايزين نعرف كل حاجة عنه وعن أصوله وعن تاريخه في مصر. هو ابن نمرود ابن تسبح، قدر يتولى الحكم في بعض المناطق في مصر، وقدر يجمع بين ايديه السلطة المدنية والسلطة الدينية، وبكده قدر ششناق بمنتهى السهولة وبكل أريحية إنه يستولى على الحكم في مصر بعد وفاة آخر ملك من ملوك الأسرة ال21، وبالتالي أسس الأسرة 22 في سنة 950 قبل الميلاد، واللي حكمت مصر كده فترة تقريبا حوالي قرنين من الزمن. الإغريق سموه سوساكوس. كان الجيش المصري بداية من الأسرة ال20 بيتكون من الليبيين وبس، وكان ملوك مصر في الوقت ده بيقدموا كنوز الارض وهبات الارض هدايا ليهم للجنود دول في الوقت ده كنوع من الاجر ليهم، وده ادى لتكوين جاليات عسكريه القياده فيهم كانت للليبيين، ووصل بعض المشوش لقيادات مهمه في البلاط الملكي، ووصلوا لمراكز القياده في الجيش. الكلام ده كان خلال حكم الاسره ال21 واللي استمر حكمها تقريبا حوالي 130 سنه، في فتره كانت مصر فيها منهكه بالاحداث اللي حاصله من الداخل ومن الخارج، وانتشر الفساد في الدولة المصرية والضرائب أنهكت الشعب، وده أدى لتفكك البلاد، وما لقاش الفرعون حل غير إنه ينهي المشكلة سلميا، واضطروا إن هم يعملوا مهادنة مع إسرائيل اللي كانت قوتها بتتعاظم في الوقت ده. إسرائيل كان لها دولة في فلسطين في الوقت ده بنفس الاسم إسرائيل، فتم عقد صلح مهين مع إسرائيل كانت جميع شروطها ضد مصر أو جاي على مصر، يعني كل الشروط اللي كانت في الهدنة دي كانت جاي على مصر. في الوقت ده بدأ ششناق بقى يعمل ويمشي خطته في صمت رهيب، وما لجأش ان هو يخلع بالقوة اخر ملوك الاسرة ال21 سوسنس الثاني، ولكنه انتظر لحد ما مات. وفي الوقت ده قام بتوطيد مركزه الديني والعسكري في الدولة المصرية، وادرك ششناق في الوقت ده انه عشان يحكم البلد وانه يفرض نفوذه عليها انه لازم يكسب ود الشعب المصري عن طريق ان هو يحافظ على موروثاته ومعتقداته في الوقت ده، وساعده في بسط سيطرته على البلد نفوذ عائلته الدينية في الوقت ده. بيتضح من النقوش المصرية أو الفرعونية القديمة إن ششناق الأول ورث أجداده في رئاسة الكهنة في طيبة، وإنه حمل لقب الكاهن الأعظم. طول عمرنا شعب متدين بطبعه. يرجع نسب الفرعون ششناق الأول على حسب لوحة حور باسن، واللي محفوظة حاليا في متحف اللوفر، واللي عملها حفيده حور باسن ابن حميتاح ابن حور باسن ابن حميتاح ابن وزبتاح عنخ ابن أوسركون الثاني ابن تكيلوت الأول ابن أوسركون الأول ابن ششناق الأول، واللي عملها في السنة ال37 من حكم ششناق الرابع، وده كان بمناسبة دفن العجل أبيس، بأن نسبه ونسب جده الأعلى ششناق والفرعون ششناق ابن نمرود ابن ششناق ابن باثوت ابن بنبنشي ابن منساتة ابن يويو ابن واوا. هي ايه الاسامي الغريبه دي؟ جده الاعلى يويو واوا كان مستقر في الواحات الغربيه جنوب غرب مصر، اما ابنه مواساته فانتقل للعيش في مدينه اهناسيا، وانخرط في صفوف الكهنه لحد ما بقى كاهن معبد مدينه اهناسيا، واللي خلفه من بعده ابنه نبنشي، واللي خلفه من بعده ابنه باثوت، واللي خلفه من بعده ابنه ششناق اللي ورث وظيفه الكاهن عن اجداده، وبعدها بقى الكاهن الاعظم وقائد حاميه اهناسيا، واتجوز من محنته سخن بنت زعيمة قبيلة مي وأنجب منها نمرود. هو اسمه نمرود مش هو اللي نمرود، واللي اتجوز من الأميرة تسبح. ايه الأسامي اللي بتضحك دي؟ واللي أنجب منها ششناق، واللي بقى بعد كده فرعون مصر ومؤسس الأسرة 22، ده بعد ما اندمج في الشعب المصري وبقى مصري زيه زي الباقيين. وعاشت أسرته قبل هو ما يتولى الحكم مدة 5 أجيال، يعني عد كده جده الخامس هو اللي كان جاي من ليبيا. تخيل كده انت جدك الخامس جاي من بلد تانية. هو انت اصلا تعرف جدك ده كان ايه ولا تاريخه ايه عشان تقول ان جدك دون مثلا ينسب لدولة تانية؟
انت خلاص مصري وبقيت مصري. هو ششناق الاول كان كده. جده الرابع مواساته كان استقر في مدينه اهنسيا. يعني تخيل جدوده الخمسه كلهم من مصر وكلهم مصريين، لا وفي الاخر يجي واحد امازيغي يقول لك لا ده امازيغي. امازيغي مين يا عم؟ روح كل عيش. نمرود ابن ششناق مات في حياه والده، واللي قام ابوه بدفنه في مكان مقدس على حسب اعتقاده. قام بدفنه في مدينه ابيدوس المقدسه عندهم في الوقت ده، واللي هي دلوقتي مكانها في سوهاج. وتم نهب قبره في قام والده ششناق الكبير بتقديم شكوى لفرعون، واللي اهتم فرعون في الوقت ده بالشكوى بتاعته، وده بسبب مكانته الكبيره اللي كانت موجوده في مدينه اهنسيا. بالنسبه لحفيده ششناق اللي ورث منصب الكاهن الاعظم ورئيس حميه اهنسيا ورئيس قوم مي، بالاضافه لحبه القاب تانية كده. طول عمرنا بلد بتحب الالقاب، ومنها الرئيس الاعظم اللي مشرف على الصعيد. بعد الفحص للهيكل العظمي لششناق الاول اتعرف بعض صفاته الجسديه، ومنها ان طوله كان 166 سم قصير، وانه كان قوي البنيه، وراسه كانت اضخم من جسمه اللي هو يعتبر قصير. 166 سم بس راسه كانت اكبر من جسمه. هو كان قصير بس كان جبار، كان قائد عظيم فعلا، عمل لمصر حاجات كتير جدا، وكان قائد يعني قائد كبير. عينه اليمنى كانت اعلى من عينه اليسرى. اتوفى عن سن 80 سنه في الوقت اللي كان فيه متوسط الاعمار في الوقت ده هو 35 سنه. يعني كان راجل بالنسبه لعصره راجل معمر. اتوجد في عموده الفقري كسر عند الفقره السبعه العلويه، تم شفائه منها في حياته. كمان اتعرف ان هو عند وفاته كان بيعاني من مرض الروماتيزم في الانسجه الرابطه للعمود الفقري. كمان فكه كان محدب نتيجه لفقده اسنان كتير. عند وفاه اخر فرعون في الاسره ال21 وهو الفرعون بوسيسنس الثاني، اتقدم شنشاق واستولى على الحكم من غير اي مقاومه، واعلن قيام الاسره ال22 الفرعونيه، وده كان سنه 940 قبل الميلاد. في عهده غير الكثير من شكل الحياه في مصر، وكتب على صخره في وادي الملوك في مصر اقوى المعارك اللي قام بيها واللي كان انتصر فيها، وحكمت اسرته مده حوالي 250 سنه. اول عمل قام بيه هو تعيين ابنه اوبت كاهن اعظم في طيبه، طبعا عشان يضمن السيطره على المركز المهم ده. بعد كده بدأ في تنفيذ برنامج عمراني واسع. لحد دلوقتي اثاره الخالده موجوده للان، منها بوابه معروفه دلوقتي ببوابه ششناق، واللي كان اسمها في عهده بوابة النصر، وهي جزء من امتداد الجدار الجنوبي لبهو الأعمدة الشهير. وتسجل على الجدران دي أخبار انتصاراته الساحقة في فلسطين وتاريخ كهنة أمون من أبناء أسرته. وعلى جدار معبد الكرنك سجل ششناق الأول انتصاراته الساحقة على إسرائيل في فلسطين، واتحفرت الرسوم على الجدار الجنوبي من الخارج، وانتشرت لدرجة ان هي غطت على الانتصارات العسكرية الخاصة برمسيس الثاني على الليبيين. وبالانتصارات دي يكون ششناق الاول والأول مرة يوحد مصر والشام وليبيا والسودان في مملكة واحدة. نقوشه بتأكد اللي قدمته الممالك دي من جزية بالتفصيل وبحساب دقيق، واللي بتأكد ان هي ما كانتش مجرد دعاية سياسية طارئة، واللي بتأكد ان ششناق مش بس ضم الشام، ده ضم السودان كمان، واللي كانت حلم كل الفراعنة على مدار تاريخه. ششناق في نهاية عهده انتهج سياسة خارجية عدوانية في المناطق المجاورة او المتاخمة للشرق الاوسط، وبيشهد على ده جزئيا اكتشاف قاعدة تمثال بتحمل اسمه في مدينة جبيل اللبنانية، وهي جزء من لوحة تذكارية ضخمة من مجده بتحمل اسمه، وجزء من المدن الموجودة في سوريا وفنيقيا وفلسطين والنقب ومملكة إسرائيل. النقاشات اللي معمولة على جدران معابد أمون مش عليها أي ذكر للهجوم ولا الجزية من القدس، وده أدى لإيحاء إن ششناق مش هو الششناق اللي تم ذكره في الكتاب المقدس. في برضه مشكلات تانية بتوحي إن ششناق مش هو ششناق اللي تم ذكره في التوراة، لأن قائمة المدن اللي فتحها ششناق واللي موجودة في الكرنك مش بتضم من بينها القدس، واللي بتعتبرها التوراة أهم فتح من فتوحات ششناق، لأن قائمة ششناق بتركز على مناطق شمال وجنوب مملكة يهوذا، واللي خلاها مشكلة أساسية واللي بتصعب على المؤرخين الربط بين الروايتين، رواية التوراة والرواية اللي موجودة في النقوش. اختلف العلماء حوالين مشكلة اختلاف الروايتين. البعض بيجادل ان اختلاف القدس من قائمة ششناق الأول اللي موجودة في الكرنك، وبيقولوا ده شيء حصل
بمرور الزمن. البعض الثاني بيعتقد ان عدم وجود القدس في القائمة كان بسبب اكرام ملكها رحبعام ابن سليمان للملك ششناق الاول، وطبعا الاسلوب الكريم دون والسخي دون ادى لانقاذ مدينة القدس من الدمار. فخلاص طالما الوضع كان فيه اكرام من ملك القدس وعفو من ششناق الاول فما كتبهاش في بوابات النصر. قام ششناق بنحت تقرير عن حملاته في النوبة وفي اسرائيل مع قائمة مفصلة بفتوحاته في اسرائيل، وكان ده اول احتفاء رسمي بعمل عسكري من عدة قرون. كمان ده يعتبر التقرير الوحيد الباقي من العصر الحديدي واللي بيذكر كنعان. سمحت المفاهيم الليبية للحكم بان يكون فيه وجود موازي لقادة تربطهم صلة قرابة، وده كان بيتم عن طريق الزواج وعن طريق الدم. استخدم ششناق وخلفائه من بعده الطريقه دي لان هم يسيطروا على مصر، ان هو يحصل تزاوج بين القاده وان يبقى في علاقات دم وعلاقات زواج عشان ما يبقاش في خيانه. انهى كمان ششناق الخلافه الوراثيه لكهنه امون الاعلى، ما بقوش بيورثوا كاهن عن كاهن، وبدل من الاسلوب ده في توريث الكهنه كان بيولي منصب الكهنه لبعض الرجال، بقى منصب بالتعيين بدل ما هو منصب بالتوريث يعني، واللي بيتعين في منصب الكهنه بيكون غالبا ابنائه. الطريقه دي في تعيين المناصب في الكهنه استمرت لمده قرن من الزمن. هو لحد كده انا خلاص اتكلمت عن ششناق الاول وعرفت بيه، بس لسه في مواضيع تانية كتير هنتكلم عنها في القناه، فيا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في قناتي هنا على اليوتيوب وتشتركوا في صفحتي على الفيسبوك عشان يعني تتابعوا فيديوهاتي الجديده اول باول، ولايك كده للفيديو وتعليق برايك او كومنت انت حابب تكتبه او اضافه حابب تضيفها، وانشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تابعك عشان يعني نوصل لاكبر عدد ممكن والقناه تعلى فاقدر استمر. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.